28 من فبراير 2026، التاريخ الذي قد يصبح علامة فارقة في القرن 21. فيه قلب المعادلات في الشرق الأوسط. تقارير إسرائيلية وغربية مؤكدة تقول إن الرد الإسرائيلي لم يعد مجرد ضربة محدودة، إنها العملية التي يطلقون عليها زائر الأسد، عملية استهدفت قلب النظام في طهران. وفقاً لمصادر في القناة 12 الإسرائيلية، ووفقاً لما أعلنه ترامب بنفسه مؤخراً، فإن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي لم يعد موجوداً. المصادر تؤكد أنه تم العثور على الجثة وتوثيقها. المشهد الآن ليس مجرد تصعيد، بل هو زلزال جيوسياسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في هذا الفيديو لن نغفل حقيقة الشخص، ولا نخدع القارئ بصورة براقة، بل نعرض التاريخ كما وقع، ونكشف الوجه الآخر للسلطة، ونتتبع خط رجل بدأ من الظل حتى صار الحاكم الأعلى باسم ولي الفقيه، بسلطة تضاهي الملوك وسطوة لا يحدها دستور. إنه خامنئي، المرشد الإيراني ورأس النظام الشيعي. فمن هو خامنئي؟ وما دوره الحقيقي في الحرب القادمة؟ هل يقود إيران إلى المواجهة الكبرى، أم إنه مجرد واجهة لقوة أكبر تختبئ في الظلال؟ كيف كانت نشأته؟ وكيف اقترب من الخميني وتسلل إلى قلب الثورة؟ وكيف أصبح المرشد الأعلى رغم الاعتراضات؟ وكيف فرض قبضته على إيران من الداخل وبسط نفوذه في الإقليم؟ وهل تكون النهاية صامتة كغروب الشمس، أم دوية كصوت سقوط تمثال من ذهب زائف؟ هل تنجو إيران، أم يفتح رحيل خامنئي أبواب جحيم لا يغلق؟ إذا كنت من عشاق التاريخ العميق والتحليل بعيداً عن الشعارات، فابق معنا حتى النهاية، ففي هذه القناة إن شاء الله نحن لا نحكي التاريخ فقط، بل نعيد قراءته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. والآن صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهيا بنا نبدأ. في مدينة مشهد، حيث تتداخل أروقة الحوزات مع صدى الأدعية، ولد علي الحسين الخامنئي عام 1930 لعائلة فقيرة من الطبقة الدينية، لكنها تحمل في جيناتها النسبة الحسينية، فلقب بالسيد، وهو لقب لا يمنح إلا لمن ينحدر من نسل الحسين بن علي رضي الله عنهما. والده السيد جواد خامنئي كان فقيها شيعيا. منذ صغره لم يكن كسائر أقرانه، لم يعرف باللهو أو اللعب، بل كان يميل إلى العزلة، ممسكا بكتاب أو ديوان شعر، يتأمل في صمت كأنه يرى ما لا يراه الآخرون. دخل الحوزة العلمية في مشهد، فدرس الفقه الشيعي والأصول واللغة العربية والمنطق، ثم انتقل إلى قم، مركز العلم الشيعي في إيران، وهناك كان اللقاء الذي غير مسار حياته. آية الله الخميني لم يكن حينئذ مرشداً، بل معارضاً للسلطة، يلقي دروساً تفيض بالغضب الثوري والنقد اللاذع للشاه. كان خامنئي من أول من جلسوا في حلقته، واستمع إلى فكرة ولاية الفقيه التي ستتحول لاحقاً إلى دستور دولة كاملة. لم يكن مجرد طالب يتلقى العلم، بل تشرب الأفكار الثورية الشيعية كما يشرب الحليب. لقد وجد في الإسلام الثوري ضالته، لا الدين الساكن، بل الدين الذي يهز العروش. وهكذا كان يعد في الخفاء، لا لخطبة جمعة، بل لموضع في قلب الدولة القادمة. الثورة الإيرانية 1979، سقوط الشاه وصعود العمامة. كانت إيران في السبعينيات كبركان يغلي، الفساد مستشر، والتغريب ينهش الهوية، وحكم الشاه محمد رضا بهلوي يزداد استبدادا وتبعية للغرب، بينما تتصاعد أصوات الغضب من المساجد والحوزات. في هذا المشهد المضطرب كان شاب من أهل العمامة يتحرك في الظل، ينتقل بين المدن، ينشر خطب الخميني في السر، ويترجم البيانات الثورية، وينشئ خلايا دعوية متحديا قبضة السافاك، جهاز المخابرات الحديدي في عهد الشاه.
اعتقل هذا الشاب وعذب ولم يتراجع، بل اعتقل مرارا، فازداد اقتناعا بأن إيران لا يصلحها إلا الدين الشيعي، وأن ولاية الفقيه هي الطريق لإقامة دولة مذهبية متكاملة. وفي عام 1979 اشتعلت الثورة، خرج الملايين في طهران وقم وتبريز، وتحولت المساجد إلى منابر للغضب والتعبئة. في لحظة مفصلية سقط نظام الشاه وفر إلى الخارج، وعاد الخميني من منفاه إلى طهران وسط استقبال أسطوري. ومن خلف الستار بدأ وجه علي خامنئي يخرج من الظلال. الحرب مع العراق 1988. الدم والسلطة لم تمض سنة واحدة على قيام الجمهورية الإسلامية حتى دوت المدافع. في سبتمبر 1980 شن صدام حسين هجوماً واسعاً على إيران، معلناً بداية حرب دموية استمرت 8 سنوات، خلفت أكثر من 1,000,000 قتيل ومصاب. في هذه اللحظة برز علي خامنئي لا كمجرد عالم دين، بل كوجه سياسي عسكري. عين ممثلاً للخميني في مجلس الدفاع الأعلى، وبدأ يرافق قادة الجيش في الجبهات، ويلقي الخطب في الخنادق، ويكتب الرسائل للمقاتلين. وفي عام 1982 بعد اغتيال الرئيس محمد علي رجائي، وقع الاختيار على خامنئي ليكون رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كان أول رجل دين يشغل هذا المنصب. رئاسته كانت محدودة السلطة من جهة، لكنها غنية النفوذ من جهة أخرى. فعلى الورق كان المرشد الأعلى هو الخميني، لكن خامنئي كان يبني في الخفاء تحالفات داخل الجيش والحرس الثوري والأجهزة الأمنية. خلافة الخميني 1990. صعود الرجل الذي لم يكن مرشحاً. في 3 يونيو 1996 سكت صوت الثورة، مات الخميني، والدولة التي بنيت على اسمه وجهت سؤالها الأخطر: من يخلفه؟ كان الجميع يظن أن الجواب واضح: آية الله حسين علي منتظري. لكن الأحداث سارت في اتجاه آخر. في جلسة طارئة لمجلس خبراء القيادة طرح اسم علي خامنئي، ورغم أنه لم يكن مرجعاً دينياً كبيراً تم التصويت عليه. وهكذا أصبح بين يوم وليلة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. النفوذ الإقليمي. نار تحت الرماد. لم تكتف طهران بتثبيت أركان الحكم الداخلي، بل أطلقت مشروعها التوسعي خارج حدودها، مستندة إلى ما تسميه محور المقاومة، بينما يراه آخرون محوراً جيوسياسياً يخدم مصالحها الاستراتيجية. في سوريا لم تكن المسألة بحسب روايات كثيرة دعماً لنظام حليف فقط، بل تدخلاً عسكرياً واسع النطاق. أرسل الحرس الثوري وميليشيات متحالفة من دول عدة، وتحولت المدن إلى ساحات قتال دامية، وتعرض المدنيون لمعاناة هائلة. في داريا والغوطة وحلب تشكلت صور قاسية للحرب، وأصبحت المأساة الإنسانية واحدة من أكبر أزمات القرن. أما في لبنان فقد تحول حزب الله إلى قوة سياسية وعسكرية كبرى لها تأثير واضح في القرار الداخلي وارتباط استراتيجي بطهران. وفي اليمن دعمت إيران جماعة الحوثيين، مما أسهم في تعقيد الصراع الداخلي وتحوله إلى أزمة إقليمية كبرى خلفت دماراً ومعاناة إنسانية واسعة. فلسطين. بين الشعار والسياسة لطالما رفعت إيران شعار الموت لإسرائيل، وقدمت نفسها كداعم للقضية الفلسطينية، لكن المراقبين يرون أن السياسة الإيرانية تجمع بين البعد الإيديولوجي والمصالح الجيوسياسية، وأن دعم بعض الفصائل كان جزءاً من صراع نفوذ إقليمي أوسع. وبينما ترى طهران نفسها في موقع الداعم للمقاومة، يرى نقادها أن هذا الدعم يخدم أهدافاً استراتيجية وليس بالضرورة دافعه الإنساني فقط. زلزال الداخل. حين يهتز الكرسي في طهران رغم القبضة الحديدية التي أحكم بها علي خامنئي سيطرته، ورغم الجدران العالية التي شيدت حول النظام،
فإن الزلزال الحقيقي لم يأتي من الخارج، بل من قلب الشارع الإيراني. في السنوات الأخيرة اشتعلت موجات الغضب الشعبي في مدن إيران بسبب الأزمات الاقتصادية والبطالة والعقوبات الدولية واتهامات الفساد. ثم جاءت الحادثة التي فجرت الغضب، مقتل مهسا أميني عام 2028 بعد توقيفها من قبل شرطة الآداب. خرجت النساء وخرج الشباب، وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة، وسمعت هتافات غاضبة ضد النظام والقيادة. وكان الرد أمنياً حازماً، اعتقالات واسعة ومحاكمات وأحكام قاسية. لكن حالة الاحتقان لم تختفي تماماً. سؤال الخلافة: من بعد خامنئي؟ مع تقدم السن بدأ السؤال الأكثر حساسية يطرح في الأوساط السياسية: من سيخلف المرشد؟ تطرح أسماء عدة، منها مجتبى خامنئي نجل المرشد الذي يعتقد أنه يمتلك نفوذاً داخل الأجهزة الأمنية، لكن هناك أيضاً شخصيات دينية وسياسية أخرى، ويبقى المشهد غامضاً، خاصة في نظام تعتمد توازناته على التحالفات الداخلية المعقدة. وفي الأخير التاريخ لا يكتب بلون واحد، ولا تفهم السياسة برواية واحدة. قصة علي خامنئي هي قصة رجل صعد من الظل إلى قمة السلطة، وقصة دولة تشكلت في خضم الثورة والحرب والصراعات الإقليمية. وسواء اتفق الناس أو اختلفوا حول تقييمه، فإن تأثيره في السياسة الإقليمية والداخلية يبقى واضحاً. ويبقى السؤال: هل يكون المستقبل استمراراً للمسار نفسه، أم بداية لمرحلة جديدة في تاريخ إيران والمنطقة؟